ونشكركم زاد على الموجز هذايا اللي هو ضم برشا معلومات في وقت. وظل انت قلت كل شيء، ما خلت لنا حتى شيء، خلت لنا الساعتين هذوما مش نقولوا فيهم بربي بعد الاكسبوزي اللي عملته، مي كمان فما حاجات نجموا نحكيو فيهم. اللي نحب نبدا به باش نقول راهو معناها احنا توا صحيح اليوم خمسينية الديوان، دونك عندنا 50 سنه من احداث معناها ديوان المواني القوميه، لكن المواني راهي موجوده من قبل معناها احداث من احداث الديوان. احنا كنجيو نرجعوا شويه المواني من وقت يعني كرتاج، من وقت وقلنا في التقرير يعني جيكتيس يعني في التاريخ، وتونس هو اللي خلاها مهمه، هو موقعها الاستراتيجي وانفتاحها ربما على البحر الابيض المتوسط اللي خلى انه دائما المواني بتاعها عندها اهميه. شكرا لك، وهذا هو الواقع. دونك انا حبيت باش نرجع شويه معناها على التاريخ الغير البعيد، معناها باش نرجع شويه للقرن معناها 18 باش نقول راهو معناها اللي ميناء حلق الواد في وضعه الحالي تم احداثه تحت حمود باشا. وفي 1835 تم بناء المخازن اللي هي متواجده حاليا زاد كيف بميناء معناها حلق الواد الحالي. وكذلك في عام 1860 وقع دونك فما لي فوندوري، يعني كانوا موجودين متواجدين في حلق الواد اللي هم تو اليوم محله وميناء حلق الواد معناها توا يقوم بمهمه اخرى اللي هي نقل المسافرين. في مثلا خص ميناء بنزرت تعمل 1894. كذلك معناها ميناء تونس تم استغلاله في عام 1900 تقريبا 1900. وفي عندنا محطة معناها مهمة هي 1947. الوقت هذاك تم احداث معناها لا ريجي دي بور، وكالة المواني. والوكاله هذه عهدوا لها معناها في الوقت هذاك، في الوقت الباقي مهمه معناها استغلال المواني معناها بنزرت حلق الواد وسوسه وصفاقس. وفي سنه 65 12 فبراير 65 تم احداث معناها ديوان المواني دونك القوميه، واللي هو اليوم نحتفلوا بالخمسينيه نتاعو معناها في شهر فبراير هذا. قبل الاستقلال كانت معنا 5 مواني، بعد الاستقلال ولينا 8 اللي نزادوا هما كل من ميناء معناها ميناء جابس عام 72، ميناء رادس دخل في الاستقلال عام 1986، ميناء زرزيس عام 1988، والميناء سخيرة تعمل في الستينيات. والمرحلة الثالثة والمهمة هي 1998. في 1998 ديوان المواني القوميه ولا اسمه ديوان البحريه التجاريه والمواني. في 98 دونك معناها بقرار من الحكومه تم ادماج السلطه البحريه مع السلطه المينائيه، ولات معناها دونك الديوان البحريه والمواني ولا هو في نفس الوقت معناها سلطه مينائيه وسلطه بحريه.